هل أصبح لاعبا آخر؟ كواليس تكشف لأول مرة عن التزام عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي. ما عندناش مشكل شكون اللي يبدا في الاول شكون اللي يدخل في الاخر، اهم شيء النتيجه تكون من صالح المنتخب. لا تقلقوا، سوف نعود لنكمل تصريحات عبد الرزاق حمد الله، وبالتحديد أهم نقطة في تصريحاته والتي سوف تبهركم وتجعلكم تندهشون من التغير الإيجابي الذي حدث لعقليته. ولكي نكون أكثر إنصافا، ليس عقليته فقط، بل هناك عدة أشياء قام بها مهاجم الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم الحالية تثبت أنه فتح صفحة جديدة بالفعل. تصرفات حكى عنها المدرب وليد الركراكي بالتفصيل، وكواليس بالتدريبات سوف تعرفونها خلال هذا المقطع. ربما جماهير المنتخب المغربي التي تعرف جيدا شخصية عبد الرزاق حمد الله توقعت منه افتعال مشكلة أو أخرى بعدما حجز مهاجم إشبيليا يوسف النصيري المركز الأساسي في خط هجوم الأسود خلال المونديال سواء ضد كرواتيا أو بلجيكا. فحمد الله القديم كان ليكره ذلك كثيرا، وربما اعتراضه يفوق تخيلاتنا جميعا، ولكن موقفا سلبيا واحد لم يفتعله صاحب 31 عاما، بل على العكس حاول إثبات نفسه أكثر للدرجة التي جعلت المدرب وليد الركراكي يخرج للإشادة به تقريبا خلال كل ظهور إعلامي منذ المناداة عليه، ويستمر في القول بأن عبد الرزاق حمد الله هو أكثر لاعب مجتهد في الحصص التدريبية للأسود، وأكثر من يبذل مجهودا للحفاظ على لياقته البدنية، ولا توجد أفضل من شهادة المدرب كدليل على التزام أي لاعب خلال التدريبات. أما فيما يتعلق بعلاقة عبد الرزاق مع زملائه فقد تبدلت تماما، وبات منسجما مع المجموعة بشكل كامل، يمزح ويضحك مع الجميع سواء لاعبين محليين أو محترفين، وقد وجد نفسه وسط المجموعة المتحدة الحالية لأسود الأطلس، وهو ما أظهرته تصريحات يوسف النصيري حين وصف زميله بالسبع وأشاد بخصاله كلاعب كرة قدم لا يعرف اليأس والاستسلام حتى لو كان هو منافسه المباشر على مركزه داخل الملعب. تلك هي الروح التي حاول وليد الركراكي زرعها داخل معسكر الأسود، وهي أحد الأسباب الرئيسية في النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب المغربي حتى الآن في بطولة كأس العالم. والآن نترككم مع بقية تصريحات عبد الرزاق حمد الله بعد مباراة بلجيكا، والتي تظهر رحابة صدره وتغليبه مصلحة المنتخب المغربي عن أي مصلحة شخصية. وثاني حاجه يعني من دعوات 40 مليون مغربي انه كلهم كانوا ورانا في هذه المباراه وتايقين في هذه المجموعه اللي كنعتبرها انها مجموعه كيف قلت قبل ان هذه المجموعه، يعني انا شخصيا عمري شفت جروب او مجموعه بهذا الشكل. كنا اخوان، كنا كنضحكوا مع بعضياتنا، ما عندناش مشكل شكون اللي يبدا في الاول شكون اللي يدخل في الاخر، اهم شيء النتيجه تكون من صالح المنتخب ديالنا. اللهم لك الحمد. يعني اليوم جميع اللاعبين يعني بدون استثناء، حتى من الحارس يعني ياسين بونو في اول دقيقه خرج ودخل محمدي فكان في المستوى. فاحنا الحمد لله مجموعه يعني متكامله، شيء كيكمل شيء. اللهم لك الحمد. نتمنوا نبقاو على هذا المسار هذا ان شاء الله.